مخاوف إسرائيلية من تدابير مصرية عسكرية استثنائية، ونتنياهو يلجأ لإدارة دونالد ترامب. يتفاقم التوتر بين القاهرة وتل أبيب مع زيادة الوجود العسكري المصري في سيناء، الذي وصف بأنه الأكبر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978. التعزيزات العسكرية المصرية شملت بحسب تقارير نشر عشرات الآلاف من الجنود وآلاف الآليات في إطار الاستنفار الأمني الكامل والاستعداد لمواجهة تداعيات الحرب في غزة. وجاءت هذه التحركات مدفوعة بالمخاوف من سيناريوهات التهجير القسري وتدفق الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 2,000,000 من قطاع غزة نحو أراضي سيناء شمال شرقي مصر، وهو ما تعتبره القاهرة خطاً أحمر يمس أمنها القومي. واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الجيش المصري شيد بنية تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق بسيناء لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام، وهو أمر يثير القلق وخطير للغاية وفق تصريحاتهم. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن الوضع يزداد سوءا، لأن قوة المراقبة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة قلصت بشكل كبير طلعاتها الاستطلاعية في سيناء، مما حد من قدراتها على مراقبة التطورات. وشهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال حرب غزة توترات عديدة على خلفية اجتياح الجيش الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا بما يتعارض مع اتفاقية السلام، كما أنها ليست المرة الأولى التي تبدي فيها إسرائيل تحفظاتها بشأن الانتشار العسكري المصري في سيناء. تقول مصادر مصرية إنها تتوقع الحذر من السيناريو الأكثر خطورة، وهو حلول لحظة الفوضى التي قد تجعل آلاف الفلسطينيين في غزة يندفعون برا نحو مصر أو بحرا في محاولة لعبور مسافة قصيرة سباحة لا تتجاوز 100 إلى 150 مترا هربا من القصف والتكدس، ما ينقل الأزمة مباشرة إلى الحدود المصرية.